تأهل منتخب المغرب لأقل من 20 عاماً إلى نصف نهائي كأس العالم للشباب 2025 بعد فوزه المستحق على نظيره الأمريكي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد 12 من أكتوبر. وتقدم أسود الأطلس الصغار في الدقيقة 31 عبر اللاعب فؤاد الزهواني، قبل أن يدرك المنتخب الأمريكي التعادل بواسطة كول كامبل من ركلة جزاء في الدقيقة 45+6. وفي الشوط الثاني واصل المنتخب المغربي تفوقه البدني والتكتيكي ليسفر ضغطه عن تسجيل هدف ثان بعد خطأ من المدافع الأمريكي جاي وايندر الذي أودع الكرة في مرماه عند الدقيقة 76. وقبل نهاية اللقاء ب3 دقائق حسم ياسين غوى الانتصار بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 78 ليؤكد تفوق المغرب ويقوده إلى المربع الذهبي عن جدارة. بهذا الفوز يواصل أشبال الأطلس كتابة التاريخ في مونديال الشباب وسط إشادة واسعة من الجماهير المغربية التي تابعت اللقاء بشغف.